السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الاكله اللي مفيش حد يختلف عليها. هنعمل مع بعض المحشي بكل انواعه والكل بيحبها. وهعرفكم الاسرار اللي تخلي المحشي مفيهوش غلطه، والريحه والطعم مفيش احلى من كده. شايفين المحشي بتاعنا عامل ازاي؟ جميل جدا وهيعجبكم. مفيش محشيايه معجنه ولا طريه، كله مظبوط جدا وتحفه. وشايفين الشكل عامل ازاي؟ ويلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ورق العنب نقعاه في ميه وخل مده ربع ساعه، وبعد كده هاخد اغسله كويس جدا. وبعدين هكون حاطه حله فيها ميه بتغلي على النار، هبتدي احط ورق العنب لمده دقيقه، وبعدين اقلبه على الوش التاني لمده دقيقه تانية. وانا طبعا ورق العنب شايله منه العنق، وطبعا حطاه فوق بعضه كده، فوق بعضه عشان يبقى سهل عليا في الحشو. هشيله بقى خلاص، ما بخلوش يغلي خالص بيه، يا دوبك بس لون الورق العنب يتغير يبقى يدي اللون دوت، واشيله على طول عشان ما يتهريش مني. وانا حاطه الورق العنب شايفينه عاملاه في مجموعات كده عشان يبقى سهل عليا وانا بحشيه. هنعمل بقى الخلطه بتاعتنا. في طاسه احط فيها معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنه، وابتدي احط 3 بصلات متقطعين تقطيع صغير، مش عايزاهم مفرومين ناعمين، لا متقطعه تقطيع صغير بنفس الشكل كده والطريقه. هبتدي اقلبهم لغايه لما يتبلوا. اكون مجهزه حوالي كيلو من الطماطم او اكتر حسب كميه المحشي اللي انا هعملها، واكون مقطعاها تقطيع صغير او مضروبه في الكبه. مش عايزاها تكون ناعمه خالص او عصير، لا انا عايزاها تكون متقطعه تقطيع صغير خالص، مش عايزاها عصير. شايفين قوامها عامل ازاي؟ هقلبها كويس، وابتدي بقى احط الملح بتاعي، معلقه من الملح ومعلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من الكزبره الجافه. مش هحط اي توابل تاني خالص. هوطي بقى عليها النار واغطيها واسيبها لغايه لما تتسبك بقى خالص. طبعا المحشي طبعا كل ما بنكتر فيه كمية الطماطم والخضرة بيديني نتيجة احسن بكتير، تبقى طعمه حلو جدا. خلاص هو اتسبك، شايفين؟ خلاص اتسبكت معايا. طبعا رز غسلاه ومصفياه كويس جدا، احط عليه حوالي قرن فلفل اخضر، ودي كمية من النعناع الجاف هفركهم كده، ورق النعناع الجاف، او ما عنديش نعناع اخضر فانا حطيت ورق النعناع الجاف، ويفضل النعناع الاخضر طبعا. احط بقى التسبيكة بتاعتي اللي انا عاملاها والخضرة، الشبت والبقدونس والكزبرة. كل ما كمية الخضرة تبقى كتيرة والطماطم كميتها كبيرة بيدي طعم حلو جدا جدا للمحشي. هزود بقى الملح حسب الرغبة طبعا، حسب احتياج المحشي بتاعي. وهضيف لها بقى حوالي 3 أو 4 معالق صلصة عشان تتظبط الخلطة بتاعتي. وهضيف بقى كمان في الملح وفلفل اسود حسب الرغبة، هندوق طبعا ونشوف محتاجين ولا لأ. وسر من اسرار المحشي عشان يطلع طعمه حلو جدا هو النعناع والخضره. النعناع الاخضر كمان بيبقى افضل من النعناع الجاف. ومعانا بقى طبعا محشي ورق العنب، ومعانا الخضار بقى الكوسه والفلفل والطماطم والبصل والبتنجان، وهنشوف ازاي هنحشيهم بطريقه سهله جدا وبسيطه. طبعا عندنا كل انواع الخضار. هنبدأ بقى نحشي الكوسة مع بعض. طبعا الكوسة انا مقوراها طبعا. هاجي احشيها بقى بالرز، مش هحشيها كلها، لا هحشي حوالي نص حجمها. هزق بايد المعلقة كده زقة خفيفة، وهبتدي احشي نص بس طولها، طول الكوسة، مش هحشيها كلها عشان ادي مسافة لما الرز يستوي ياخد بقية الحتة الفاضية اللي فيها. وطبعا لما اجي طبعا احشي المحشي احاول ان انا انضفه خالص من بره، ما يبقاش فيه رز خالص من بره عشان لما اجي اسويه ما يعجنش ويبقى شكله وحش. بنفس الطريقة هخلص كل الكمية اللي عندي، مش عاملاها كلها، عاملة نصها بس. وبرده مش هزق الرز جامد عشان خاطر ما يبقاش مكتوم كده وطعمه مش حلو، يستوي كويس. والفلفل برضو بنفس الطريقة هحشيه، ده بيبقى سهل جدا في حشوه. هحشيه برضو نص حجمه، هحط نص حجمه بس رز عشان ندي المسافة التانية ان هو يستوي ويزيد فيه. هكرر بقى كله طبعا بنفس الطريقة كده، طريقة سهلة جدا ومفيهوش اي حاجة. بتنجان بقى هحشيه، هبتدي بقى طبعا عشان هو فتحته بتبقى صغيرة، هبتدي ازق بالمعلقة كده على خفيف عشان ادي مسافة بس للرز يستوي. وهحشيه برضو بنص حجمه، مش هحشيه كله عشان يستوي كويس. واهم حاجة طبعا ان احنا بنشيل اي رز من بره، ما يبقاش فيه اي رز خالص من بره
عشان يبقى شكله حلو في الاخر وميبقاش فيه اي تعجين. مش عايزه اقول لكم خلطه المحشي ريحتها جميله جدا، والنعناع بيفرق جامد جدا في المحشي وبيخلي طعمه حلو جدا. كل ما بنزود الخضره والنعناع والطماطم بيديني نتيجه احسن بكتير. هخلص بقى البتنجان بنفس الشكل كده، وهنشوف بقى ازاي هنحشي الطماطم مع بعض. هجيب الطماطميه هشيل الجزء اللي من فوق دوت، وابتدي بقى بمعلقه صغيره هشيل قلب الطماطم بالراحه كده عشان ما تكسرش مني. هشيل القلب لغايه لما تفضل عندي الطبقه اللي هي الاخيره اللي فيها اللحم. وبعدين بمعلقه هحط بقى حوالي نص طماطميه رز واقفل عليها بنفس الشكل كده. طريقه سهله. شايفين انا بشيل القلب بس وبخلي الطبقه الاخيره اللي هي فيها اللحم، وبعدين احشي نص الطماطميه بس رز. هجيب البصلايه واشقها، مش هوصل لغايه اخرها، لغايه نصها بس كده. وبعدين في ميه بتغلي على النار احط بقى البصل عندي، اخليه يغلي كده غلوتين 3، وبعدين هاخده بقى اصفيه في مصفى. وهوريكم بقى هنشوف هنعمل فيه ايه مع بعض دلوقتي. يبرد هبتدي بقى افك طبقاته من بعض كده، هتلاقيها بتتفك بكل سهوله، سهله جدا وبسيطه. شايفين؟ والبصل من المحشيات اللي بيبقى طعمها حلو جدا، الكل بيحبها. شايفين كده بيتفصص معايا. هفصص كل بقى الطبقات بتاعته بنفس الشكل كده والطريقه، هتلاقوها سهله جدا. هبتدي بقى احشيه. هجيب بقى طبقه وابتدي احط الرز كده بالمعلقه، وشايفين اهو بيدي شكل جميل في الاخر اهو. شكله حلو جدا وسهل جدا. لو عندي بقى واحده كبيره ممكن اقسمها 2 وابتدي احشيها بنفس الطريقه. طريقه سهله وبسيطه. بجد وصفه خلطه المحشي هتعجبكم جدا لو جربتوها بنفس الطريقه اللي انا عملتها. هتعجبكم جدا وهتلاقوا الطعم والريحه مختلف تماما عن كل مره بتعملوه. شايفين البصل سهل جدا في الحشو بتاعه وطعمه بيبقى تحفه. هخلص بقى كل كميه اللي عندي بنفس الطريقه كده. هبتدي بقى ارص المحشي بتاعي في الحله بايركس عشان انا هسويه في الفرن. هبتدي اعمله بقى بالشكل الجميل ده، واحط بقى وحدات البصل ما بينهم. هنشوف بقى هنسويه ازاي بعد كده لغايه لما نحشي بقى الورق العنب مع بعض بقى. هجيب ورقه العنب وافردها نفس الشكل، والطبقه الخشنه تبقى من فوق. وبعدين احط بقى على بعد سنتي كده، هسيب سنتي من فوق، احط بقى كميه الرز اللي انا عايزاها، وبعدين اغطيها من فوق بنفس الشكل كده. ومن الجناب اجيب الجنبين كده عليهم. شايفين؟ وبعدين ابتدي بقى الف كده بالراحه. شايفين؟ وبعدين اروح عاملاها بايدي كده زي الرول كده. شايفين المحشية مظبوطة وصغيرة وجميلة جدا وجامدة. طبعا وانا بعملها رول لازم اضغط عليها عشان تبقى جامدة ملفوفة كويس. هوريكم واحدة كمان. احط الرز بتاعي كمية مش كبيرة، وابتدي اغطيه من فوق، ومن الجناب اجيبه من الجنب ده ومن الجنب ده، والف بقى زي الرول كده بايديا واضغط. هيديني، شايفين النتيجة؟ جميل جدا وسهل وبسيط. في بقى الطريقة التانية التقليدية اللي احنا كلنا بنعملها. هجيب بقى ورقة العنب وابتدي احطها بقى حبة في المحشي، وابتدي برضو بنفس الشكل بس في ايديا. هعملها بنفس الطريقة بس على ايدي عشان نعمل بقى نتيجة اسرع وتديني نتيجة سريعة واحشيه بسرعة. هحط طبعا ورق العنب وافرده بنفس الشكل كده، والطبقة الخشنة تبقى من فوق، وابتدي احط بقى الرز بتاعي واهو. شايفين؟ بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها. هتديني طبعا سرعة وتنجز معايا وتخليني اخلصه بسرعة جدا. شايفين؟ وانا بشتري ورق العنب اهم حاجة وانا بشتريه يبقى حجمه صغير ما يبقاش كبير، ولو حجمه كبير ممكن نقطعه 2. وكمان لازم يبقى نوعه ناعم ما يبقاش خشن عشان يبقى ورق طعمه حلو. خلاص كده انا خلصت خالص كله. شايفين؟ كله. واهم حاجة ما يبقاش فيه رز خالص على المحشي من بره. هجيب الحلة واحط فيها شرايح من الليمون
وشرايح من الطماطم، وابتدي بقى هرصه بقى زي ما انتم شايفين كده بالطول، الطبق اللي من تحت بالطول كده المحشي بتاعي هرصه كله. شايفين سهل وبسيط. وبعد كده الطبقة التانية هحطه بقى دائري كده بنفس الطريقة انتوا شايفينها كده، عشان لما اجي اقلبه يبقى متماسك معايا ما يفكش مني. شايفين الطريقة سهلة ازاي؟ وبعدين اعكس بقى، اعمل برضو طريقة بالطول، احطه بالطول. شايفين كله قد بعضه ازاي، مفيش ولا واحدة اكبر من التانية. هبتدي بقى ارصه كله خلاص كده. واهم حاجة وانا بلف المحشي اتأكد ان انا لفاه جامد عشان ما يفكش مني، يبقى زي رول كده متماسك مفيهوش اي حاجة. خلاص كده هعصر عليه بقى ليمونة زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هحط عليه بقى معلقة من السمنة، وبرضه احط على التاني معلقة من السمنة. وبعدين احط بقى المكون السحري اللي بيخلي طعمه حلو جدا، النعناع بتاعي. احط بقى النعناع، وسلام لو كان نعناع اخضر بيبقى افضل بكتير وطعمه حلو جدا. احط طبق وابتدي احط الشوربة بقى اللي عندي، ومستوى الشوربة اللي هنحطه يبقى اقل من اخر صف في المحشي اللي احنا رصينه اخر واحد، هنبقى اقل منها، مش هحطه لغاية، مش هغطيه. وهنا هحط حوالي نص الحلة، حوالي نص طول المحشية، مش هحطه طبعا كله. هغطيه بقى بفويل عشان هسويه في الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الاول. وهنا حطيت المحشي بتاعي على نار عالية. شايفين الشوربة غطت الطبق ازاي وزادت رغم ان احنا حاطين اقل من المستوى اللي كان الاخير. طبعا هوطي النار عليها واغطيها بقى واسيبه يستوي بقى على راحته. هجيب بقى طبعا الفراخ عندي كنت سلقاها، هحط 3 معالق صلصة، واحط عليها معلقة زبدة ورشة ملح ورشة فلفل اسود، وابتدي بقى بالفرشة كده ادهنهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، واحطهم بقى تحت الشواية عشان يتشووا. خلاص كده المحشي بتاعي استوى. شايفين شكله عامل ازاي؟ شكله تحفة وجميل جدا. شايفين الخضار عامل ازاي جميل، كله مستوي مفيش حاجة مهرية ولا طرية، والفراخ مشوية حلو جدا. شايفين المحشي، شايفين الورق العنب كله متساوي مفيش واحدة اكبر من التانية. شايفين الرز مستوي مفلفل، مفيش رزاية معجنة فيه خالص. شايفين منظره جميل ازاي، بجد طعمه وريحته تحفة وهتعجبكم جدا. ده محشي ورق العنب. تعالوا نشوف بقى بقية الخضار. بتنجان، شايفين المحشية مفيش رزاية طالعة منها، متساوية ومظبوطة جدا. والكوسة بنفس الشكل، شايفينها جميلة جدا مظبوط. مش عايزة اقول لكم على ريحته عاملة ازاي، ريحته جميلة جدا وهتعجبكم. وده الفلفل، شايفين محتفظ بشكله ازاي. والفلفل والبصل حلوين جدا هيعجبوكم بجد. طبق محشي تحفة جدا. شايفين مظبوط مفيش اي حاجة طالعة من بره، لا رز طالع من بره ولا شكله مش معجن. دي كانت وصفتي النهاردة، بتمنى من كل قلبي ان هي تكون عجبتكم. بفكركم باللايك والشير، ولو انتوا جداد على القناة فعلوا زر الجرس او سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. بشكركم على حسن استماعكم والى اللقاء.